ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم هند حد حلقات حياتك احلى عند احمد. فيديو النهارده هو ريفيو عن مصايف فيرجينيا في مرسى مطروح. مصايف فيرجينيا في مرسى مطروح ملهاش فرع تاني، هو فرع واحد بس بيكون اول طريق الاصل في مرسى مطروح، وده الرقم الساخن بتاعهم للطلب والشكاوي والاقتراحات. اي حد يحتاج اي حاجه من المعصره بيتصل بيهم على الرقم الساخن وبيطلب الاوردر بتاعه وبتشحن له المحافظه اللي هو فيها. اول ما بتخش المعصره كده بيكون على الشمال في ركن زيت الزيتون، وبيكون في الوش التذوق الضيافه. التذوق الضيافه يا جماعه، اول حاجه بيبدا بيها، خلاص الخط بيبدا اللي هو الصابون. عندهم صابون جوز الهند، صابون الفحم، صابون لبان الذكر، جميع انواع الصابون عندهم. كل الصابون اللي بيتعمل عندهم من الزيوت الطبيعيه. تمام. وعندهم كمان مخمريه حلوه جدا جدا. ده التست بتاعها. خلاص ريحتها حلوه جدا جدا. العبوه دي عامله 175. وعندهم كمان دقه الزعتر، بيعملوها كده عبوات في اكياس كده موحده. العبوه عامله 35. ده ركن تذوق الضيافه زي ما انتم شايفين كده. هو كان بيعزم عليه بقى، حاطط زيت زيتون في دقه الزعتر، بيقول لي ايه دوقيها، بس انا كنت صايمه اليوم ده، والتاني بيدي لي شاي الزردة، بس انا اليوم ده كنت صايمه، فانا اعتذرت له لان انا رحت يوم الخميس. ده الركن بتاع البن. عايزه اقول لكم جميع انواع البن موجود عندهم، سواء ساده او محوج، بن التخسيس، اللي هو البن اللي هو الفرنساوي، القهوه الفرنسيه، بن عربي، كله موجود عندهم، يعني كل اللي تتخيلوه موجود عندهم. عندهم مطحنه بتعمل كل حاجه. ودي العبوات دي، العبوه الواحده عامله ربع كيلو. انا جبت من عندهم بن محوج فاتح، كان العبوه عامله 175. ده الركن بتاع زيت جوز الهند. بيحطوا جوز الهند جاي من غير اي اضافات خالص، بينزل التفل بتاعه وبينزل الزيت بتاعه تحت. عندهم عبوتين، عبوه صغيره عامله 60 والعبوه الكبيره عامله 120. زيت جوز الهند ده يا جماعه بيستخدم للبشره وبيستخدم للشعر، وكمان ممكن تحطوه في الحلويات، في الكيكه والبسكوت والحاجات دي، بيدي طعم جميل جدا 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 للحلويات. ده ركن بتاع زيت زيتون. بيبدا اول حاجه بقى بالزيوت العاديه، بالزيوت اللي هي التانية، سواء زيت الجرجير، عندهم زيت الفجل، عندهم زيت القرنفل، عندهم زيت الجوجوبا. ده الركن بتاع زيت الزيتون. عايزه اقول لكم يا جماعه زيت الزيتون عندهم في كذا عبوه. اول حاجه عبوه الصفيح، ودي اكتريتها بتستخدم في الشحن، وفي العبوه اللي هي اللتر، وفي عبوه النص لتر، وفي عبوه الربع لتر. زيت الزيتون عندهم نوعين، زيت زيتون بكر وزيت زيتون بكر ممتاز. الفرق ما بينهم ان البكر بيتحط على الحاجات اللي هي ما بتطبخش، الحاجات البارده، سواء الفول او السلطه او الجبنه. وزيت الزيتون البكر ممتاز بيتحط بيطبخ بيه عادي، وبرده بيتحط على الحاجات اللي هي البارده. وعندهم كمان زيت زيتون بالقرنفل. تمام. دي المعصره بتاعت الزيتون. بتشتغل يا جماعه شهر 10 و11 و12. لما سالتهم قالوا لي ان المعصره دي بتستخدم في موسم الزيتون اللي هو 10 و11 و12. بيكون بقى المعصره ايه شغاله وبتعصر الزيتون. ده الركن بتاع البلح. البلح عندهم 3 انواع. بلح تمر عادي، وده بلح نص رطب، تمام، اللي هو السيوي اللي هو مشهورين بيه، وده بلح بالسمسم. الكيلو من البلح اللي هو التمر العادي اللي هو السيوي، والبلح نص رطب السيوي برضو، الكيلو عامل 45، والكيلو مبلح بالسمسم عامل 55. دي المعصرة بتاعت الزيتون. انتوا شايفين كده. انا حاولت على قد ما اقدر اصورها لكم من جوه. وده البن. ده الركن بتاع البن. ده الركن بتاع عسل النحل. عندهم شمع العسل، وعندهم عسل النحل المستورد، وعندهم عسل النحل اللي هو المحلي بتاعنا. عندهم العسل النحل المحلي بتاعنا، العبوه اللي هي النص كيلو عامله 80، والعبوه كيلو عامله 180. ده الركن بتاع النعناع. النعناع الصحراوي هم مشهورين بيه في مطروح. تمام. العبوه دي عامله 35. وده الركن بتاع العطاره. عايز اقول لكم يا جماعه العطاره عندهم حلوه جدا 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 جدا، ومميزه. عطاره مطروح يا جماعه مميزه. بصوا الزحمه، مش عايزه اقول لكم، يعني الواحد اصلا كان بيصور بالعافيه، المكان كان زحمه جدا جدا جدا، ومصوره كمان الصبح مش بالليل. يا ربنا يكون في عونهم، مش ملحقين على طلبات الزباين. ربنا يكون في عونهم. ده الركن بتاع المخلل بقى. اول حاجه هم مشهورين طبعا بالزيتون. عندهم اللي هو الزيتون الاسباني، وعندهم زيتون كلاماتا، وعندهم زيتون اللي هو الاخضر اللي هو التفاحي. وعندهم برضو المخللات التانية، سواء مخلل اللي هو الشطه، والخيار المخلل، والليمون بعصفر، والمخلل مشكل. اهو انا صورت لكم ده المخلل اللي هو الايه، الشطه والمشكل والليمون بعصفر والخيار، عاملينها كده عبوات زي ما انتم شايفين كده. ده الركن بتاع الطحينه. السلسل بيتحط كده في المطحنه وبيتحول لطحينه زي ما انتم شايفين كده. طحينه عندهم خام. العبوه دي عامله 700 جرام عامله 160. وعندهم كمان جنبها دبس التمر، بس انا ما صورتوش. كان العبوه عامله 920 جرام عامله 70. ودي دقه الزعتر.
عملنا 35. ده الركن بتاع المحمصات اللي هو الليبي والسوداني. وبعد بقى ما بتخلصوا خالص بتروح بقى ايه الكاشير بتحاسبه. انا صورت لكم كده من عند الكاشير المعصره كده داير ما يدور زي ما انتم شايفين كده. دي المعصره داير ما يدور زي ما انتم شايفين. يا رب اكون قدرت انقل لكم صوره حقيقيه عن المعصره. لو عجبك الفيديو لايك واشترك في القناه، ويا ريت تدعموني بالاشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.